بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، صباح الورد عليكم، صباح الياسمين. الروتين ده او الفيديو ده كان عند امي، فحبيت ننزله لكم. فان شاء الله كنت اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى فيديوهات باذن الله تعجبكم الجايه. وده معاذ يعني انتوا كلكم عارفينه. بصوا، ده كان بالليل تكملة الفيديو اللي كنت منزله لكم. ده كان بالليل، امي ما كانتش هناك، فقلت بنت استغل كده، اعمل لها ايه، نغسل المواعين، ننضف لها مثلا الركنه يعني كده. فده كان بالليل، بس يعني هو الفيديو مكمل بالليل والصبح برضو كنت برضو ايه هنكنس الركنه، يعني حاجات كده. ان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم باذن الله. عايزه بقى لايكاتكم الجميله اللي زيكم دي، عايزه الكومنتات بتاعتكم، شجعوني عشان تنظيفات رمضان باذن الله. بصوا، غسلت المواعين، لميت كده، كانت ايه، يعني كان وقت بالليل، فمسكت بقى المواعين كلها. عايزه نقول لكم الرخامه دي تحفه حقيقي. الرخامه دي ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. عارفين انتوا اللي هو ايه، احسن من اللي عندي في اسيوط، اللي هو اللي عندنا يعني حوض اللي هو ستانلس ده. بس الرخامه دي حلوه في ايه، بصوا لما مواعين ما شاء الله كتير، وفي نفس الوقت واخده راحتك عليها، تعرفي تدعكي مثلا حله، تعرفي تدعكي طبق، الكلام ده. اللي انا عندي في اسيوط يمكن عشان مساحته صغيره شويه، فخدت بقى بريل مواعين اهوت، الحمد لله رب العالمين على كل شيء. خدت بريل المواعين، قلت ايه، نغسل الكوبايات كده ونغسل لها، ننضف لها المطبخ، نسيجه يعني، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه. مطرح العيال بقى، امي الله يديها الصحه، اخوات اللي داخل واللي طالع، يا ست مش عارفه عاملين لنا ناكله، يا ست انا عايز ناكل. انتوا عارفين بقى بيت الجده والجد، ربنا يحفظ اهاليكم جميعا يا رب، ويرحم ابويا وموتى المسلمين يا رب، موتانا وموتى المسلمين يا رب، اللهم امين. لكل اخت، اوعي تنسى حج امك وحج ابوك، دول دايما حطيهم قدام عينيك. عارفه، اقفي في المطبخ، اقفي في اوضه، اقفي في صاله، اشتغلي، هتحسي بالتعب اللي انت مرهقه ومش عارفه تعبانه شويه، الكلام ده هتحسي بامك كانت بتعمل ايه قبل كده. فعشان كده بر الام وبر الاب ده حطيهم دايما قدام عينيك، خلي بالك، اوعي مهما يزعلوكي، عارفه لو حتى عملوا فيك اللي ما يعمل، ده ابوك وامك ولازم تبريهم. عارفه، خد الثواب، خد الاجر. الناس، انا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا الناس اللي ناسي اهاليها، بعض الناس يعني، لا، اوعي حج امك وحج ابوك، هتلاقي السعاده كلها في حياتك، هتلاقي بصي راحه نفسيه، هتلاقي بيتك معمر بيكي، هتلاقي عيالك في صحه وسلام عشان انت بتعينيهم. حتى لو حماتك وحماكي، والله الناس الكبيره كلها بركه، مهما بيطلع من بجهم كلمه تزعلك، معلش احتسب الاجر. ناس كبيره يعني في بعض ناس، حماتي شخطت فيا، حماية شخط فيا، امي شخطت فيا او كده، لا ده انا مش هروح لهم تاني. اوعي تعملي كده، والله لا تعملي، قاعد لك في ميزان حسناتك ليك ولعيالك، وهتبقي دايما في ازدهار، هتحسي ان انت نفسيتك مرتاحه، هتلاقي بيتك ده، هتلاقي جوزك ربنا يهديهولك، هتلاقي عيالك ربنا يهديهم لك. مهما هتعملي هتبقى الخطوه سابقاكي قدامك. اوعي تنيموا امك زعلانه، ولا ابوك، ولا الناس الكبيره عامه، لان هو ده انت كده هتبقى بالنسبة لك تحس في حاجة حلوة بتعمليها، حجهم عليكي أصلا. فاوعي حج الناس الكبيرة دي. انت بقى بصي بنتك في البيت، بصي ابنك في البيت، هتكبري وكما تدين تدان. فخلي بالك، خلي بالك حقوق الأب والأم دول. ويا سلام لما تكوني برضو أخوكي، أمك، الناس اللي بتبقى زعلانه من بعضها، والله الدنيا مش مستاهله. انا نعرف في بعض الناس قاطعين رحمهم. طب ليه عشان ميراث ولا عشان كذا؟ طب ليه؟ الدنيا مش مستاهله والله العظيم، ولا فلوس ولا كنوز الارض. شوف الدعوه اللي امك تدعاها لك، شوف الدعوه اللي ابوك هيدعاها لك، شوف الدعوه اي حد من الناس الكبيره، الناس اللي بتبقى عايشه في بيت عيله، والله العظيم خدي الدعوه دي، قاعده لك في ميزان حسناتك. وكفايه بس ان تلاقي واحده تدعي لك من كل قلبها، ابوكي امك بقى، اي حد تعرفيه. فخليكي دايما فواحه بالخير، ابعدي عن اي حد هيقول لك لا ده صحتك، لا اوعي تعملي ده، انت عبيطه، ده اعملي. بص، سيب اللي يقول الناس، يعني معلش، بعض الناس لسانها ما بيسكتش، فانت اعملي اللي يرضاك من ربنا، ما تديش ودنك لحد. بس بص، في ودنك ده، هتدي ودنك لدي ولدي، خلاص بعد الشر هتلاقي بيتك اصلا هيبقى مشقلب، حياتك هتبقى مشقلب والله العظيم.
خدي صاحبي امك، صاحب ابوكي، صاحبيهم اخواتك ابوك وامك. عارفه فاهمين ازاي؟ لبعض الناس، انا مش بتكلم عن الناس كلها، لا بل لبعض الناس. فده اللي قاعدلك في ميزان حسناتك. والله انا يعني اعوذ من كلمه انا قعدت قلت لي انا مش هنروح معقول هنقعد السنه تاني، لا لازم نروح نبص على أمي. العمر بيجري ويا عالم الدنيا مخبيه ايه ولا يا عالم فيها ايه. كنت والله مبسوطه اكني بصوا البلد ما اتجوزتش ولا رحت ولا جيت، بقيت مبسوطه في وسط اخواتي وعيال اخواتي. فلا غيرت نفسيتي وشفت امي واطمنت عليها، وشفت اخواتي واطمنت عليهم. حسيت كده ان الدنيا ايه ده، اللهم بارك يا رب، يعني جايه بنفسيه كويسه الحمد لله رب العالمين. فانت كمان عايزه تغيير وتشوفي اهلك وناسك. الحمد لله يا رب على كل شيء. كده كنت خلصت بقى، غسلت المواعين ورصيتها في الحوض. اختي الكبيره ربنا يخليها اولادها يا رب ويحفظها يا رب. يعني هي داخله طالعه تجيب اطباق تجيب حاجه لامي، داخله طالعه، يعني ربنا يخلي لها اولادها يا رب ويخلي لهم اولادهم كلك يا رب. كانت منى دعاء اخواتي كلك ايمان، يعني احنا 7 بنات زي ما انتم عارفين، فربنا يخليهم لي يا رب ويحفظ لهم اولادهم يا رب، اللهم امين. كده بقى كنت ايه، هنلم بقى السجاده دي، هي حته كلينه صغيره يعني كده. وهنلم بقى الحاجات دي ونسيج المطبخ. بصوا كانت جت بقت ايه يا بنتي اللي عملتيه ده، عارفين انت روحي هناك مش عايزين نعمل اي حاجه خالص، مش عايزين مد ايدي في اي حاجه خالص. رخرة جايه قصيت، حاسه ان انا وحيده، حاسه كده عايزه نقول لكم احساس يعني. عارفين انتم اللي هو ايه، ان حاسه ان انا زي ما اكون يتيمه والله العظيم. اللي هو تصحى الصبح ايه تفطرنا، يعني عارفين انتم الام اللي بتعتبرك لسه صغيره ولا رحتي ولا جيتي. فربنا يديها الصحه ويدي امهاتكم الصحه يا رب، اللهم امين يا رب. كده كنست بقى ايه وخلصت هنا. هنطلع بقى ايه، هننضف بقى الصاله بر. بس كده الحمد لله خليتها لها فل اهي. هنطلع بقى ايه، هنلم بقى اللي عيال اختي عاملينه، اللي داخل واللي طالع. يا ستي اللي عايز ياكل، يا ستي حط لنا، يا ستي مش عارفه الفراخ رم تلاقيها 24 ساعه عيني راحه جايه راحه جايه، والله العظيم ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. كنت بقى ايه قلت نشيل الركنه دي كده. هي السجاده فرشاها وحاطه فوقيها بطانيه، اللي هي البطانيه دي يعني عشان الهلك اللي داخل اللي طالع كده. بصوا عايزه نقول لكم هي دي عماره والناس اللي فيها كلك بصوا ناس طيبه جدا. اللي هو ايه، ام محمد احنا نازلين نجيب العيش مش هتيجي، يروحوا مع بعض الصبح يجيبوا الفطار يروح. والله هناك الدنيا بخير، الحته اللي امي فيها دي والله حلوه جدا وناس عشريه. اللي هو ايه، بصوا بنتك دي جايه منين، من اسيوط مش عارفه، تلاقي يسلموا ويروحوا يجوا. احنا الاول كنا قاعدين في بيت، بس بعد كده ايه، بعد ما اخويا اتجوز امي خدت شقه هنا واخويا خد شقه برضو بس في عماره تانية، فنقلوا من البيت يعني. بس الناس بصراحه ناس كويسه جدا، يعني بقيت جايه ده يسلم وده. والحته برضو بتاعت اختي اللي احنا اتربينا فيها، يعني اختي الكبيره كده قاعده في مكان كنا بيتنا هناك. مسكت بقى نفضت هنا اهوت الركنه. هي الصاله اصلا كانت نظيفه، بس نقلت من هنا لهنا ونفضتها وكنستها. ده من احب الاشياء او من احب الروتينات على قلبي لما بكون عند خالتي او عند امي. حس كده ان انا بنعمل حاجه في الحياه، والله. هنيجي بقى ايه كده، خلاص خلصت. هناخد بقى السفره ايه، هناخد الحاجه برضو اللي عليها وننضف. انا كنت عايزه اشيل كل ده ونسيجولها، بس الجو برد موت. وطبعا عيال اختي طالعين داخلين، عيال اختي دي داخلين طالعين، فما ينفعش ان انا نشيل كل ده. اللي بقى عليكم بخير في الصيف ان شاء الله. هي امي يعني بتعمل على طول، واخواتي برضو ما بيجوا دي بتعمل ودي بتعمل، فايديهم يعني في المكان على طول. بس نضفت لها بقى السفره، وكنت نضفت بقى هنا اهوت، والحمد لله كده خلاص. هنعمل لي بقى اخر كوبايه شاي. وده كان فيديو النهارده، نتمنى يا رب يعجبكم. استنوا بقى فيديوهاتي عندي في الشقه باذن الله. وده كان بيتنا. والحمد لله رب العالمين، ربنا يفرحكم بحبايبكم واولادكم يا رب، اللهم امين. عايزه بقى ان شاء الله كده وقفتكم معايا باذن الله الروتينات الجايه، عشان تشجعوني اكتر واكتر ان انا انزل كل يوم فيديو. وده كده ورحمه الله على ابويا يا رب، ربنا يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. قولوا لي بقى ان شاء الله كده ايه رايكم. وكده خلاص، ده كده باب الشقه والجيران بقى اللي قلت لكم عليهم. وكده كده كده اخر حاجه خلاص معايا، والحمد لله. دخلت بقى عملت كوبايه شاي لنفسي، نسيت نفسي، لا كوبايه شاي.
نسيبكم فيديوهات جديدة في رعاية الله. السلام عليكم.